السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. البسكوت من احلى واجمل الوصفات، بسكوت العيد، بسكوت النشادر. بسكوت سهل جدا، هش وخفيف زي الريشة، بيدوب دوبان كده في البق، في منتهى الجمال والطعامة. بسكوت امهاتنا بتاع زمان، هنعمله بالسمنة وبالمكنة. مقادير بسيطة جدا، هيطلع معاكي احلى من بسكوت الزبدة. سكره مظبوط جدا، وكمان طعمه حلو قوي. اسهل بسكوت ممكن تعمليه، شكله خطير جدا. شايفين شكله جميل ازاي؟ لونه حلو قوي، هش ودايب دوب كده. تابع الفيديو بكل تفاصيله علشان تعرفي كل التفاصيل اللي تخلي البسكوتة تطلع معاكي هشة وخفيفة وناجحة معاكي دايما، وما تفرش منك ولا تشقق. هقولك على كل التفاصيل اللي تطلع معاكي بسكوت ناجح 100%، وطعمه ورسمة خطير جدا. فيديو النهاردة مميز جدا، هتعرفي فيه كل المشاكل اللي ممكن تواجهك وازاي نحلها. هقولك على المقادير اللي تطلع معاكي البسكوت مظبوط جدا جدا على الشعرة، وازاي تسويه تسوية صحيحة من غير ما يفرش منك في الفرن ولا الرسمة بتاعته تروح، ولونه يطلع معاكي جميل جدا. يلا نسمي الله ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشوف المقادير وطريقة التحضير. دي مقادير البسكوت المظبوطة. اعملي البسكوت كده وانت مغمضة. عندي هنا 5 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، وما تقللوش البيض عن كده. لو هتستخدمي بيض بلدي يبقى 6 بيضات. وعندي هنا 4 باكت فانيليا وإزازة روح الموز، بتدي ريحة حلوة قوي للبسكوت. عندي 250 جرام سمنة، أي نوع سمنة تكون بس ريحتها كويسة. معلقة كبيرة نشادر، معلقة صغيرة بيكنج باودر، وكوباية إلا ربع حليب وزنها 170 جرام. ضايفة عليها معلقة كبيرة من لبن البودرة وزنها 170 جرام. هكتب لكم المقادير بالميزان في صندوق الوصف. ممكن تستبدلي الحليب بالمية أو عصير البرتقال. هضيف كمان 300 جرام سكر بودرة. بالكوباية كوبايتين سكر بالمج العادي اللي انتوا شايفينه ده. تقدري تستخدمي سكر عادي، بس يكون ناعم شوية، ما يكونش خشن قوي علشان يدوب معاكي بسرعة. السمنة دي انا هاخدها ويا دوب بس كده هدفيها على النار تدفية بسيطة خالص، والحليب برضو هدفيه على النار. عندي هنا كيلو من الدقيق، لازم ننخل الدقيق كويس جدا علشان نضمن نظافته، وكمان الهواء يدخل جوه الدقيق عشان بيخلي الحاجة يعني المعجنات هشة كده. الدقيق اللي استخدمته لجميع الأغراض. هضيف على الدقيق معلقة صغيرة بيكنج باودر ومعلقة صغيرة ملح، ونقلبهم مع بعض. نجهز بقى المكونات السائلة بتاعتنا. عندي هنا بولة هضيف فيها ال5 بيضات، وهضيف عليهم الفانيليا. وفايدة الفانيليا هنا وريحة الموز بيدوا ريحة حلوة جدا للبسكوت، ريحة مميزة كده يعني بتملى البيت كده، وكمان بيضيعوا زفرة البيض. هنضربهم كويس جدا مع بعض، وبعد كده نضيف السكر واحدة واحدة علشان ما يكتلش كده ويتعبك في الضرب. على فكرة ممكن تستخدمي الخلاط أو المضرب الكهربائي، هيسهل عليكي كتير. نقلب بقى كده علشان أضمن إن السكر داب كويس في الخليط. خلاص كده تمام، السكر داب. عندي السمنة بعد ما فكيتها يدوب دافية مش سخنة، يعني يدوب زي دمعة العين كده. هضيفها على الخليط ونقلب كويس جدا. وعندي هنا كوباية إلا ربع الحليب. هضيف لها معلقة النشادر ونقلب. هتلاحظوا كده ظهر على الوش فقاقيع، فقاقيع بيضة أو ريم أبيض كده. لو ظهر عندك حاجة من الحاجتين دول يبقى كده النشادر شغالة معانا كويس جدا، لكن لو ما ظهرش يبقى النشادر فيها مشكلة والمفروض إن احنا نغيرها. خلاص قلبنا المكونات كلها واندمجت كويس قوي مع بعضها. هاخد الخليط ده وهضيفه على الدقيق، او تضيفي الدقيق عليه مش هتفرق، النتيجة واحدة في الاخر. ونقلب الدقيق كده لغاية لما المواد السائلة تندمج مع الدقيق. وبعد كده هقلب بايدي لغاية لما الدقيق يختفي تماما وتبقى بالشكل ده. العجينة كده تخلع من الطبق، وهتلاقيها كمان بتلزق شوية في الايد. بصوا على العجينة عاملة ازاي. دي عجينة البسكوت بتبقى ملهاش عرق خالص وما بتمطش، بتتقطع كده معاكي بكل سهولة. لو حسيتي ان العجينة طرية زيادة عن اللزوم وعاوزة شوية دقيق، ضيفي لها شوية دقيق، يعني معلقتين 3 مش كتير. تمام، واعجنيها تاني.
هغطي العجينة علشان وشها ما ينشفش، وهنشتغل فيها على طول. حابة تشتغلي بالكيس، خلي العجينة طرية لو هي طرية، او لو ماسكة نفسها وجامدة شوية يبقى بتضيفي لها حبة حليب او حبة مية تطريها شوية عشان تمشي معاكي في الكيس بسهولة. تمام. اما لو هتشتغلي بالمكنة زي ما انا كده هعمل، يبقى بتسيبي العجينة زي ما هي كده، يعني ماسكة نفسها، وفي نفس الوقت كده بتلزق شوية وطرية. خلاص، يعني المقادير اللي احنا حطيناها لها ديت هي كده مظبوطة عليها للمكنة. خلاص. انا هشتغل بمكنة البسكوت العادية. عندي الامواس بتاعة البسكوت، تقدري تختاري الشكل اللي يعجبك، فيها اشكال كتير زي ما انت شايفة كده. انا هستخدم النجمة، هركبها في المكنة، واخدت جزء من العجينة حطيتها في المكنة، ونبتدي كده نشكل البسكوت. هنلف كده اليد بتاعة المكنة، واضغط بايدي التانية كده على العجينة من فوق علشان تنزل بكل سهولة. لو معاكي حد يساعدك طبعا بيكون افضل، لكن انا بشتغل لوحدي. شايفين العجينة سلسة وطرية وبتنزل بكل سهولة ازاي؟ اهم حاجة بس ادهني ايدك بدهنة زيت كده علشان تعرفي تمسكي البسكوتة وتلفيها بايدك، ما تلزقش يعني في صوابعك وفي ايدك. تمام. هرصهم كده في صينية مدهونة بالزيت. بناخد من المكنة وبنلف بايدينا بالشكل ده. ولو واحدة كده يعني لقيتيها مش عاجباكي عادي شيليها وحطيها تاني في مكنة البسكوت واشتغلي عادي تاني. بسيب مسافة بين كل بسكوتة والتانية زي ما انتوا شايفين كده. لو حسيتي ان في بسكوتة اكبر من التانية، سويهم كده بالسكينة بالشكل ده. لو العجينة لقيتيها بتتكشكش منك او بتشقق منك او ناشفة، ضيفي للعجينة 3 معالق سمنة او 3 معالق حليب او الاتنين مع بعض، واعجنيها تاني. وما تخافيش، العجينة مش هتعضم ولا حاجة ولا هيجرى لها اي حاجة خالص. تمام. لازم العجينة تبقى لينة بالشكل ده. كده خلاص خلصنا اول صاج. هكمل انا الباقي، بس الصاج اللي هيخلص هيدخل الفرن على طول. يدخل الفرن على طول، ما نستناش علشان البسكوت ما يخمرش ويفرش معانا اثناء التسوية والنقشة تروح منه. هدخله فرن سابق التسخين على درجة حرارة 220 على الشبكة في النص. النار تكون شغالة من تحت بس. بسيبه في الفرن لغاية لما ياخد اللون الذهبي من تحت. بعدها اشغله الشواية ياخد لون حلو واخرجه على طول. هو ما بياخدش وقت خالص، يعني حوالي 13-14 دقيقة ويكون جاهز. وده البسكوت بعد ما خرج من الفرن، زي ما دخل زي ما خرج، زي ما انتوا شايفين كده. النقشة بتاعته ثابتة، ما فارشتش خالص. اللون تحفة، بس الكاميرا ظلماه، النور قاطع معلش. طبعا لونه جميل والتسوية بتاعته مظبوطة لان المقادير بتاعته مظبوطة. ما شاء الله حلو جدا. بسكوت امهاتنا بتاع زمان مفيش احلى منه. الهش الخفيف اللي بيدوب في البق دوبان كده، وطعمه في منتهى الجمال. من كيلو دقيق عمل لي كمية حلوة جدا من البسكوت. شايفين الفراغات اللي في قلب البسكوتة دي؟ ده دليل على انها هشة جدا وخفيفة. احلى بسكوت نشادر ممكن تعملوه. جربوه وان شاء الله هيعجبكم وينجح معاكم. كده الفيديو بتاعنا خلص. اتمنى يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة لو اول مرة تشوفي قناتي، وفعلي زر الجرس على الكل علشان يوصلك مني كل جديد انا بنزله. واشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة.